في بعض الناس كده بتتلبس وبيحصل لها مس من العالم التاني، وفي ناس كده الشيطان بيسكن جوه دمها. اما البنت دي فما كانتش بتحلم، دي كانت عايشة كابوس وهي صاحية. صوت جواها بيتكلم وبيؤمر وافعال بتحصل. المصيبة ان الافعال دي بتحصل وهي مش حاسة ولا فاكرة عملتها ازاي. الدكاترة قالوا ده مرض، لكن الحقيقة كانت اخطر بكتير. ده مش مس عادي، ده كيان بيكبر جواها يوم ورا التاني. عزيزي مستمع وعزيزي المشاهد، حضرتك هتشوف حلقة النهاردة رعب جدا. فضلا وليس امرا تقديرا للمجهود والمحتوى اللي بنقدمه، اعمل لايك واشترك في القناة وصلي على النبي في كومنت، لان اللي هتسمعه دلوقتي صعب جدا. بتبدأ روايتنا مع عتيقة، ودي بقى تبقى ست حامل وهي قاعدة في بيتها سمعت اصوات غريبة جدا، وعلشان كده خرجت للجنينة وقعدت على المرجيحة وفضلت تغني، وفجأة لقت نزيف كتير قوي بينزل منها. فورا اتصلت على جوزها وجي وداها للمستشفى، وهناك بقى الدكتور خرج لجوزها وعرفه انها للاسف ما قدرش ينقذها. وهنا بقى خرجت الممرضة وحكت له انها بقالها 10 سنين شغالة، واول مرة تيجي تولد واحدة حامل ما تلاقيش الجنين. وجوز عتيقة في الوقت ده بيتجنن جدا وعاوز يعرف هو الطفل ده راح فين. والمفاجأة الكبيرة بقى ان هو عقيم اصلا وما بيخلفش، ومش قادر يشك في مراته لانها مستحيل تعمل كده. اما في اللحظة دي ففي ست قاعدة وسمع الكلام ده، وعرفت جوز عتيقة ان ده حمل من الجن، وتعتبر خرافة من الخرافات اللي القرية بتقولها، وان مراته حملت منه. وبرضه لما الطفل اكتمل رجع الجن وخده. وفي الوقت ده سمع صوت مراته بتصرخ، فجري عليها لقاها بتعيط على طفلها اللي اختفى. وفجأة مسكت المقص وضربت بيه كتير بطريقة اذتها في بطنها. وهنا الدكاترة اتدخلوا علشان ينقذوها، لكنهم فشلوا للأسف. والحقيقة ان دي ما كانتش النهاية، ولكنها كانت بداية لعنة أبدية. وبعدها بنشوف عيلة إيميلي عند دكتور النساء اللي عرفها ان الطفل اللي في بطنها حالته الصحية مش كويسة خالص، وممكن يجيلها تسمم حمل بسبب ضغطها العالي، ولازم جوزها يخلي باله منها علشان ما تحصلش مضاعفات. وطبعا ده اول حمل ليها، لان فيتو ومالي دول عيالها بالتبني، وعلشان كده جوزها نقل شغله في مكان قريب منها علشان يخلي باله منها، واشترى لها بيت جديد جنب شغله الجديد علشان يبقى جنبهم. واول ما وصلوا للبيت استعجب فيتو جدا، اما مالي فشايفه ان هو بعيد عن مدرستها ومش حباه. وهنا بقى ايميلي اتعرفت على حارس البيت اوجانج، اللي اول ما شافها سالها عن عمر حملها، وايميلي عرفته ان بقالها 5 ايام وتكمل 7 شهور، وانها ناويه تعمل حفله بالمناسبه دي وتعزم اهل البلد كلهم. وطلبت منه يدور لها على طباخه تساعدها في الطبخ. والحارس شكله كده افتكر حاجه مش مريحه. اما فيتو الولد الصغير فبص من الشباك شاف المرجيحه وكانت بتتهز لوحدها، لكنه جري عليها علشان يلعب بيها. وفي الوقت ده ايميلي شكرت جوزها ان هو ساب شغله وجه علشان ياخد باله منها. وفجاه سمعوا صوت فيتو بيصرخ، جريوا بسرعه عليه، لكنها بسيطه وقع من على المرجيحه بس. انما الحارس مش مطمن وشكله كده شايف حاجه محدش شايفها غيره. اما ايميلي فكانت بتحاول تهدي الدنيا مع بنتها اللي مش عاجبها المكان ده، وطمنتها انها هتتبسط قوي فيه. وفي الوقت ده اوجانج راح وطلب من بنت في القريه تروح تشتغل طباخه عند الناس اللي بتشتغل عندهم. وهنا بقى كانت المفاجاه يا عزيزي، والبنت كشفت السر اللي مخبيه الحارس ده، وهو ان البيت ده مسكون بكيان شيطاني، وان هو خطر على اي حد بيعيش فيه. حتى الست عتيقه اللي كانت عايشه فيه قبلها، البيت ده هو السبب في انهاء حياتها، وعرفته انها مش ممكن تشتغل في البيت ده. اما ايميلي فكانت مش لاقيه العلاج بتاعها وقلبت عليه الشنط كلها، وعلشان كده طلبت من جوزها يروح يجيبه لها وما يقلقش عليهم، كده كده الحارس موجود. وبعد ما مشي ايميلي طلبت من ابنها يفتح الشباك بعد ما يخلص لعب، ونامت. فيتو بعد ما خلص لعب راح نام جنبها وحكى مع النونو اللي في بطنها شويه، وبعدها فتح لها الشباك ومشي. وهنا بقى حصل اللي ما كانتش ايميلي تتخيله اصلا. في كيان مخفي دخل من الشباك وكان بيتمشى في المكان من غير ما حد يشوفه، وشكل اوجانج عنده حق والبيت ده مسكون فعلا. اما بنتهم ماني فكانت في اوضتها، ولما بصت من الشباك شافت ست حامل لكن شكلها مرعب جدا. خافت وجريت على اوضه والدتها، لكنها لقتها نايمه. وهي راجعه من الاوضه والدتها سمعت اصوات غريبه، وفجاه ايد مسكتها. ماني اتخضت، لكنها اكتشفت ان هو والدها وطلب منها تدخل علشان تنام. وتاني يوم الصبح جوز ايميلي كان بيودعها ورايح على شغله، وهنا وصل اوجانج وجاب لهم الفطار وطمنهم ان هو هياخد باله منهم في غيابه. اما ايميلي فاخدت الفطار ودخلت تفطر عيالها ونادت على ماني علشان تنزل. وفيتو عرفها ان اخته سمعتها
امبارح بالليل وهي بتغني بلغة غريبة كده، لكن ايميلي ما غنتش ولا حاجة وكانت نايمة. وفي الوقت ده ماني نزلت للفطار وكانت غريبة جدا وكلمت امها بطريقة وحشة وزعقت فيها، وده خلى ايميلي تهددها انها لو ما بقتش كويسة معاهم هترجعها دار الايتام من تاني. وعلشان كده بقى البنت طلعت ولمت هدومها علشان تسيب لها البيت وتمشي. ولما فيدو طلع وترجاها ما تسيبهوش وتمشي، عرفته ان ايميلي خلاص ما بقتش محتاجة لهم وهتخلف طفل غيرهم. وفضلت تردد كلام على انها غلطانة لما سابتها تحمل، لانها كانت عارفة ان الطفل ده هيخليها تتخلى عنهم. وبالليل بقى ايميلي دخلتها وعرفتها انها بتحبها هي واخوها، وعلشان كده اتبنتهم. وبعدها ادت لها وثيقة تأمين فيها مصاريفها هي واخوها لحد ما يخلصوا الجامعة علشان تحسسهم بالامان. وعرفتها انها مريضة وممكن تموت وهي بتولد، وعاوزاها تخلي بالها من اخواتها الصغيرين. والحقيقة ان الكلام ده اثر في ماني جدا، وبعدها حضنت اخوها وهي بتعيط ونامت. وبعدها فيتو قام وراح قاعد جنب امه وهي نايمة، وفجأة اللعبة بتاعته اشتغلت لوحدها. وهنا الولد قام ووقفها، وبمجرد ما لمسها النور اتقطع. جري على السرير وولع كشاف يدوي وبص عليها لقاها لسه شغالة وصوتها عالي جدا. وطبعا من كتر الخوف دخل تحت البطانية جنب امه، وفجأة لقى البطانية اتشدت من عليه بشويش. ولما شدها تاني وضغطها لقى البطانية اتشدت بالكامل من عليه. الولد في اللحظة دي ولع الكشاف وبص تحت السرير لكن ملقاش اي حاجة. والصدمة بقى لما رجع على السرير لقى امه اختفت. نزل بص تاني تحت السرير لقى امه اتحولت لشبح مرعب وصرخت في وشه. اترعب جدا وفضل يصرخ وجري على اخته وعرفها باللي حصل لامه. لكن ماني لما رجعت وبصت على والدتهم لقيتها نايمة ومفيش اي حاجة. لكن فيتو مصمم ان هو شاف كيان شيطاني، وعلشان كده اخته طلبت منه يقعد في اوضتها وهتنزل تتأكد بنفسها. وماني خدت الكشاف ونزلت تحت، وهنا بدأت تسمع اصوات غريبة جدا. فضلت ماشية لحد ما وصلت السرير، وللأسف لقتها اختفت من سريرها وشافت ظل اسود في السرير. صرخت وجريت، وهنا شافت امها نايمة على كرسي وده طمنها شوية. اما فيتو فكان مستخبي تحت البطانية ومولع الكشاف في وشه. وفجأة البطانية اتشالت من عليه، لكنها طلعت اخته وطلبت منه ينام جنبها علشان ما يخافش. واخر الليل ماني صحيت على صوت دوشة في الدور اللي تحت. سحبت من جنب اخوها ونزلت تشوف في ايه. ولما نزلت شافت اللي اغرب من الخيال. شافت والدتها واقفة قدام المراية وبتطلع كل حاجة جوه التلاجة وبترميها لبره. البنت اتصدمت من المنظر ووقفت في مكانها ما اتحركتش، وامها بتمشي على ايديها ورجليها زي الحيوانات. وفجأة شافتها وجريت وراها ومسكتها من رجلها، لكن ماني قدرت تفلت منها وجريت على اوضتها وقفلت الباب من جوه. وهنا ايميلي حاولت تفتح عليهم الباب لكنها ما عرفتش وسابتهم ومشيت. وتاني يوم الصبح ابوهم رجع من الشغل، وماني فتحت له الباب بسرعة وحكت له عن كل اللي حصل امبارح بالليل. وفي الوقت ده ايميلي نادت عليهم علشان يفطروا، وحكت لهم انها صحيت لقت الدور اللي تحت كله متكركب والاكل مرمي بره التلاجة. واجوانج قال لها ان ده اكيد حيوان وهو اللي دخل وسبب الفوضى دي كلها. وهنا ابوهم خدهم ونزلوا علشان يفطروا، وماني واخوها فتحوا باب التلاجة علشان يعرفوا ايه اللي حصل. واتفاجئوا لما لقيوا كل حاجة في مكانها. وهنا ماني عرفت اخوها انهم لازم يساعدوا امهم ويخلصوها من اللي هي فيه. وبعدها بقى راحوا لاوجانج علشان يساعدهم، لكن الحقيقة ان قلقهم اكتر لما عرفهم ان البيت ده مسكون بارواح شريرة، وان صاحبة البيت الست عتيقة كانت حامل في الشهر السابع، ولما راحت تولد ما لقيتش جنين في بطنها، وده خلاها تنهي حياتها بنفسها. وان الكيان الشيطاني ده لما بيتلبس في شخص بيدخل جوه دمه ويعيش جواه علشان يلازمه باقي حياته. وعرفهم كمان ان اهل البلد كلهم حاولوا يساعدوه علشان يطهروا البيت ده بالمية المبروكة، لكنهم فشلوا في طرد الارواح دي. وماني طلبت منهم يساعدهم، وفعلا تاني يوم جاب لهم ست علشان تدلك والدتها بالزيت المقروء عليه، وطلبت منهم يخرجوا بره. والست اول ما بدأت التدليك والقراءة شافت كيان خفي حرك الكرسي الهزاز وقرب من الست. وفجأة ايميلي مسكت ايديها وزقتها. اما ماني في الوقت ده فكانت قاعدة في الجنينة، وفجأة شافت المرجيحة بتتهز لوحدها. ولما بصت على امها ما لقيتش الست عندها. دخلت وفضلت تدور عليها، وفجأة شافتها خارجة من البيت. جريت وراها علشان تلحقها ومعاها اوجانج، لكن الست ماشية وكأن مسيطر عليها كيان شيطاني. وهنا وقفت وزعقت لهم علشان يسيبوها ويرجعوا. والصدمة بقى اللي عملته في نفسها، الست دي نزلت النهر ومحدش قدر ينقذها، حتى والد ماني ما قدرش عليها. والست دي ما خرجتش تاني من النهر، وبلغوا البوليس بالحادثة. وفي نفس الوقت ده عدت جنازة وفي واحدة ست من اهل البلد خبطتها عربية وكانت حامل برضه. اما والد ماني فعرفها ان هو هيسافر الصبح علشان يجيب الدواء لامها علشان ما تتعبش. وبالليل وماني نايمة حلمت ان في
في حشرات ماشيه جواها وكلت بطنها. صحيت من النوم مفزوعه وبتصرخ، وافتكرت ان امها خلاص قربت تكمل شهرها السابع، وبكده ممكن تكون في خطر وتعمل زي عتيقه لما كملت السابع. وعلشان كده خدت اخوها ونزلوا على المخزن، وفضلوا يدوروا في الورق القديم والصور يمكن يوصلوا لحد من قرايب الست عتيقه عشان يعرفوهم يتصرفوا ازاي مع الكيان ده. وفي الوقت ده قرايب اوجانج دخلوا البيت ومعاهم اكل هديه لاهل البيت، ووالد ماني اتصل عليها وطلب منها تدور على اوجانج وتشوف اذا كان الكيان خلص عليه ولا لا، وعرفها ان هو جايب شمان وجاي. اما بقى قرايب اوجانج فخايفين جدا، وخصوصا انهم مش لاقيين حد في البيت. اما ماني فلسه بتدور على اوجانج في الجنينه، وسابت اخوها في المخزن لكنه خايف وراح يدور عليها. وفي اللحظه دي دخلت البيت قطه غريبه جدا، وماني بتحفر في الحديقه بتدور على جثه اوجانج. وجوه البيت قريبه اوجانج اخيرا لقت ايميلي في اوضتها وبطنها متعريه، وعلشان كده خافت عليها من البرد وغطتها. لكن الصدمة بقى ان ايميلي قامت فجأة وشكلها مرعب، وفتحت بق البنت دي ونفخت دخان اسود كده جوه بقها، وبعدها رجعت نامت تاني. اما فيتو فخد شاكوش وراح كسر المرجيحة. وفي نفس الوقت ده ماني بعد ما حفرت الحفرة لقت جواها جثة ملفوفة، والبنت بقى قريبة اوجانج اتحولت لكيان شيطاني مرعب، وماشية في البيت وفي ايديها آلة حادة. وفيتو دخل أوضة والدته ومسك اللعبة اللي بتشتغل لوحدها وكسرها. اما ماني فبتفتش في الكفن ومش عارفين بتدور على ايه. وقريبة اوجانج في الوقت ده سمعت فيتو وهو بيكسر اللعبة، وراحت وراه علشان تطرده، ومسيطر عليها الكيان سيطرة كاملة. وفيتو بيحاول يستخبى منها وخايف من شكلها المرعب، وبيصرخ علشان حد ينجده منها. واخيرا ماني طلعت جثة عتيقة من الجنينة اللي كانت مدفونة فيها، ورجعت مع والدها والراقي شومان في الوقت المناسب قبل ما البنت دي تأذي فيتو، ورمى عليها التعويذة والجثة جنبها، وقدر ان هو يخرج الروح الشريرة دي من البنت ويدخلها في جثة عتيقة، وانقذ فيتو والبنت برضه. وبعدها ابوه معرفهم ان روح عتيقة الشريرة اللي كانت في المكان خلاص مشيت ورجعت لجثتها تاني، وبكده بقوا في امان ومفيش اي حاجة ممكن تخوفهم. اما بالنسبة للحفلة فهتتعمل في ميعادها، ولو الفلاحين في القرية رفضوا يحضروها هو هيجيب صحابه في الشغل ويحضروا الحفلة، وعرفهم ان هم هيقعدوا في بيت اوكانج لحد يوم الحفلة، ويكون الراقي ينظف البيت كله ورقى كل الغرف. لكن ماني رافضة تمشي من البيت وتسيب والدتها لوحدها، وعاوزة تقعد علشان تخدمها، لكن والدها رفض لانه خايف عليهم وهو هيخلي باله من امهم. وبعدها ماني خدت اخوها وراحت عند اوجانج، وهناك بقى فضلت تبحث على الانترنت عن حكاية عتيقة وطفلها اللي اختفى من بطنها بعد 7 شهور. اما والدها واصحابه في البيت فكانوا بيتفقوا على اتفاقات تخص شغلهم في المصنع، وانهم هيرقوه وهينفذوا له كل طلباته. وفي الوقت ده ماني وصلت لحاجة مهمة جدا، وجريت على البيت علشان تعرف ابوها بالسر الخطير اللي اكتشفته، وهو ان الناس دول تبع طائفة شيطانية وجايين علشان ياخدوا الطفل بتاع امها، وبيعملوا الطقوس دي علشان كده، وان ده نفس الشيء اللي حصل مع عتيقة، وجوزها هو اللي باع لهم ابنه واتفق معاهم علشان اغراضه الشخصية، ووريت له صورتهم مع جوز عتيقة وهما بيتفقوا على صفقتهم الشيطانية دي. وفضلت تنادي على امها علشان تصحى، لكن الغريبة بقى ان ابوها فعلا عارف الطائفة دي، وفعلا هو اللي متفق معاهم ياخدوا ابنه مقابل صفقة شغل ليه. وجر هنا ماني ورماها بره الأوضة. وفي الوقت ده اوجانج وفيتو كانوا باصين من الشباك وشايفين كل اللي بيحصل، وماني ابوها لسه بيجرها وبيرميها بره علشان يكمل صفقته الشيطانية ويبيع ابنه للطائفة دي. وبعدها اتكلم معاها وعرفها ان ظروفه المادية كانت وحشة قوي قبل ما يتبنوها، وعلشان كده اشتغل مع الطائفة دي واللي ادت له فلوس كتير جدا وخلتهم يعيشوا في المستوى ده، وانها لازم تسيبهم يكملوا الطقوس وما تخلوهوش يخسر صفقة زي دي هتنقل حياتهم لحتة تانية خالص، ومش لازم تقف في طريقه، وانهم كده كده عيلة من غير الطفل ده ومش محتاجين له، انما محتاجين للفلوس اللي هياخدوها من الطائفة دي. لكن ماني برضو مش مقتنعة بكلامه، وخصوصا انها شافت والدتها هتموت على الطفل ده. وهنا ابوها ضربها ورماها على الارض وطلب منهم يكملوا الطقوس بتاعتهم. وهنا اوجانج جات له فكرة كويسة جدا ينقذ بها ايميلي. اما الطائفة فبدأوا الطقوس بتاعتهم على ايميلي، وبمجرد ما قرأوا عليها التعاويذ بتاعتهم السرير اتهز جامد جدا واتحرك من مكانه، وايميلي طارت لفوق قدام عيون بنتها اللي مكتفينها. وفي الوقت ده بقى اوجانج جاب ميه مرقيه وعرف فيتو انه يرشها على ما هو يستنجد بالفلاحين الموجودين في البلد وينقذوا ايميلي. اما الطائفة فلسه مستمرة في الطقوس بتاعتها على ايميلي، والصدمة بقى لما رئيسة الطائفة حطت راسها على
بطن ايميلي، وهنا خرج دخان اسود من بق ايميلي ودخل في بق الست دي اللي في اللحظه اتحولت لكيان شيطاني، وكانت بتعمل حركه مرعبه وفي قوه داخليه مسيطره عليها، وبقت تمشي على الحيطان لحد ما وقعت على الارض وما اتحركتش تاني. وفي الوقت ده بقى اوجانج جمع اهل البلد علشان ينقذوا ايميلي من الطائفه دي، وهنا الطائفه دي عرفت ان الميه المرئيه هي السبب في موت رئيسه الطائفه، علشان كده جابوا ماني اللي كانت السبب وكتفوها ورموها معاهم في الاوضه. وهنا والدها حس باللي بيعمله وهدد الطائفه دي انهم لو قربوا لهم تاني هيضربهم بالرصاص، لكن للاسف انهى حياه نفسه بنفسه. وماني هنا كانت بتصرخ، واعضاء الطائفه لما عرفوا ان اهل البلد جايين هربوا بسرعه وسابوهم. وبعد مرور شهرين عزيزي المشاهد ايميلي حالتها اتحسنت وراحت للمستشفى علشان تطمن على الجنين، والدكتور اكد لها ان هو بخير لكنها لازم تفضل محجوزه في المستشفى لحد ما تولد، وسابها وخرج بره يرد على تليفونه. وطبعا اللي بيتصل بيه رئيس الطائفه الشيطانيه وبيكون متفق معاه يسلمه طفل ايميلي، ولسه الخطه هنا يا عزيزي ما انتهتش. وبمجرد ما بنوصل هنا بيكون حلقه النهارده خلصت. اعتقد والاحسن والافضل لازم يكون في جزء تاني للقصه دي، خلوني كده دعبس في الحوارات دي، ولو لقيت جزء تاني لازم ضروري اعمله لان النهايه كده مش محبوكه ومش فاهمينها. لازم يكون في قصه ولازم يكون في جزء تاني بيلخص ان الخير دايما بينتصر على الشر. عزيزي قناه جن فيلم، تقييمي للفيلم 9.5/10. النص دي في الجزء التاني لو كان اتعمل، لو ما كانش اتعمل يبقى الفيلم يستاهل 7/10 من الاخر يعني. مستني رايكم في الكومنتات. كان معكم احمد سمير، فويس اوفر، سكريبت رايتر سحر. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتصلي على النبي في كومنت. شوف وشك بخير في فيديو جديد. سلام.